شاف النبي في المنام بيقول له انقذني من الاتنين دول. والقصة دي مش خيالية، القصة دي رواها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وذكرت في كتاب وفاء الوفاء للسمهودي. بطل قصتنا النهاردة ما كدبش خبر، أول لما الرؤية اتكررت عليه 3 مرات في يوم واحد جمع الوزير بتاعه، وعلى حسب الروايات تقريبا في حدود 20 فارس، وخد دهب كتير وتوجه من دمشق اللي هو كان مقر الحكم بتاعه إلى المدينة. وصل المدينة جمع كل الناس بحجة إن هو هيوزع صدقات، ولكن دي كانت حيلة ذكية من البطل بتاعنا. هو كان عايز يجمع أهل المدينة كلهم عشان يشوف الشخصين اللي شافهم في المنام. بعد ما وزع كل الصدقات سأل أهل المدينة في لسه باقي حد؟ قالوا له إن في 2 عباد لسه جايين المدينة جديد بس هم ما جوش. توجه فعلا ناحية البيت بتاعهم، ولما شافهم كانت الصدمة، هم نفس ال2 اللي شافهم في المنام والرسول كان بيشاور عليهم. فأمر فورا بتفتيش البيت، ولما فتشوا البيت شافوا حاجة غريبة، إن في خندق تحت السجادة بيوصل من البيت بتاعهم للحجرة النبوية الشريفة اللي فيها جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان يكونوا عبرة لمن يعتبر، أمر بعدمهم فورا كمان أمر بحفر خندق حوالين الحجرة النبوية الشريفة وصب فيها الرصاص السائل كان تكون حماية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. والبطل اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم العادل نور الدين زنكي، اللي وحد أغلب بلاد المسلمين، واللي جهز وربى قائد عظيم جدا اللي فتح القدس صلاح الدين الايوبي. قصتنا للنهارده انتهت، ولكن عندي طلب منكم صغير. الناس بتشوف الفيديوهات بتاعتنا ولكن ما بتتفاعلش، سواء بلايك او بكومنت او بفولو. احنا بالطريقه دي مش هنكبر، فاتمنى من اللي يشوف الفيديو ما ينساناش بالفولو، ما ينساناش بالتفاعل بتاعه. اشوفكم في فيديو بكره، احبكم في الله. يلا بينا توبه، خش في قلبي.